هو إيه اللي حاصل؟ إحنا في كساد والّا ركود؟ وإيه الأزمة الاقتصادية ديّة؟ استنى يا عم أنت في إيه؟ أنت هتخطفنا في ليه كده في الكلام؟ ما نعرفه واحدة واحدة كده إيه المصطلحات دي أصلًا، وأنت إيه الكساد وإيه الركود وإيه الدنيا ديّة؟ فهّمنا يا معلم. هو إيه النظام؟ لمّا نعرف كده واحدة واحدة كده هو إيه مفهوم الكساد ده؟ والنهارده هنتكلم عن الكساد بس. لمّا جُم سألوا واحد أمريكاني كده ممثل وسياسي أمريكي راحل اسمه رونالد ريجان، قالوا له كده إيه الفرق ما بين الكساد والركود؟ قال لهم الركود الاقتصادي هو عندما يفقد جارك وظيفته، بينما الكساد حينما تفقد أنت شخصيا وظيفتك. فتعالوا بقى ناخد الموضوع واحدة واحدة كده ونعرفوا إيه الكساد دوّة ونحلله مع بعض، ولو في وقت ممكن ناخد الركود مع بعض في السكة، ومع أول فيديو في أول السنة وأول فيديو في الثقافة المالية، وغالبًا وأنت بتشوف الفيديو دوّة هابقى داخل على امتحانات، فأرجوك ادعي لي. ومعاكم مصطفى من قناة بلاك سانتا. ده بقى بيكون انكماش في الحركة الاقتصادية، بمعنى أصح يعني حركة البيع والشرا والدنيا ديّة بتُقف يعني، ولا في حد معاه فلوس يشتري، ولا في حد معاه فلوس أساسًا أو معاه منتجات يبيعها، بس دوّة بقى بيبقى على فترة طويلة، أوحش من الركود بحبة حلوين. أيوه يعني إيه اللي بيحصل في الفترة ديّة أول ما بييجي الكساد، بيحصل إيه بقى وراها؟ أول حاجة بتبدأ بارتفاع نسبة البطالة، وده طبعًا اللي حصل وكلمتك عنه في الفيديو اللي قبل اللي فات، ابقى ارجع شوفه، وهتلاقيه في الآي اللي هنا والآي اللي هنا. تاني حاجة بتبقى انخفاض في المجهودات المصرفية، إيه هي المجهودات المصرفية؟ دي بتبقى حاجات زي التأمين والقروض والأقساط والحاجات ديّة، اللي المفروض كانت بتتاخد بضمان المرتب، فأنت already دلوقتي قعدت في البيت والبطالة زادت، فأنت ما فيش مرتب أساسًا تتضمن بيه. طبعًا بقى مع تالت حاجة بيجر وراهم قلة البيع والشرا، ما فيش حاجة بتقسطها، ما فيش حاجة بتاخد عليها قرض، ما فيش عربية، ما فيش شقة، ما فيش استثمارات، الحاجات اللي بتمشّي الدنيا ديّة الحاجات المستهلكة، فاهم قصدي أكيد. يجر وراها بقى الحاجة الرابعة وهُم المستوردين والتجار، يقللوا إنتاجهم أو البضاعة اللي هُم بيدخّلوها عندهم المحلات عشان أصلًا ما فيش بيع، فطبعًا لازم يقلل الاستيراد. كنت من فترة باتكلم مع صاحب سوبر ماركت معيّن في حاجة زي كده، وقال لك زمان الواحد كان بيجيب لك بال5 وال10 علب، كده ضامن المكسب، إنما دلوقتي بيشتري علبة، فطبعًا يعني عشان مش عايز يخسر، هو ده كان بيجيب مثلًا ب100 جنيه من منتج واحد، بدأ يقلله مثلًا بقى بيجيب ب20 جنيه، يجيب ب10 جنيه، فكل حاجة بتبدأ تقل وتتقلص واحدة واحدة، وده اللي بيتسمى الانكماش. تقل المنتجات فتقل الفلوس، وبتبقى حتى في شبه إفلاس أساسًا. هنخش بقى في حتة خامسة وهي قلة سداد الديون، فييجي بقى يحصل لنا عجز في القروض القديمة والحاجات القديمة اللي كانت على الناس أساسًا، بقى في عجز في الدفع بيها، زي ما أنت شايف كده الloop ديّة كلّها مفتحة على بعض، وأي حاجة بتقل ده يقل وراها، ده يقل وراها وهكذا، كلّها دايرة ومفتحة على بعض، وطبعًا ده بيبقى سببه الرئيسي وهو تقلُّب العملة، الراس الكبيرة يعني. أكيد طبعًا أنت هنا كشخص مصري العملة بتاعتنا أساسًا واقعة على وشّها خِلقة، عندك هنا مثلًا في 2022 من شهر مارس الدولار كان ب15 جنيه، جات بقى لحد شهر 12 الدولار بقى ب25 جنيه. وقريب أوي ممكن نعدّي ال30 ده لو ما عدّاهاش وقت نزول الفيديو أصلًا، فأكيد باين أوي يعني تقلُّب العملة مش محتاج أبيّن لك أكتر من كده. هل بقى الدولة بتتصرّف يعني في حاجة بيعملوها بيخلّوا الدنيا تتضبّط تاني والّا بيسيبوها كده على عماها؟ طبيعي على فكرة الدولة لازم تتصرّف، لإن أنت أساسًا لو الدولة ما كانتش بتشتغل على إن هو يحجّموا أو يقلّلوا التضخُّم دوّة، حرفيًا أنت ما كنتش هتعرف تشتري أي حاجة، كنا هنموتوا كلنا أصلًا. ومن أشهر الحاجات اللي بيستخدموها وهي استراتيجية الغطاء الذهبي، أيوه يعني كده هُم بيعملوا إيه برضه مش فاهمين، وهنا عن طريق اللي هُم بيحوّلوا أغلب عملات الدول والورق اللي موجود في الدولة بيحوّلوه لسبايك دهب، ودوّة اللي بيتسمى احتياطي الدولة في سبايك الدهب، أكيد سمعت الاسم ده في مرّة قبل كده، وده طبعًا يعتبر سبب أساسي في لعب أسعار الدهب الأيام ديّة زي ما أنت شايف، حبّة فوق وحبّة تحت، عشان كده بيقول لك هنا إن الدهب والدولار علاقة عكسية، ده يقل وده يزيد، وده يزيد وده يقل، وطبعًا أكيد النفط الدولي ما بيسكتش بيقعد يلعب معاهم هو كمان، وتقريبًا هنا إحنا كمصر يعتبر من أكتر الدول اللي بتتعب شوية في الحوار دوّة وبسبب التضخم وكده، لإن إحنا دولة مستهلكة أكتر ما هي منتجة. طب هل الكساد ده يعني حصل قبل كده والّا الاسم ده أساسًا طالع منين والّا إيه النظام يعني برضه؟ يعني فهّمنا حاجة على أرض الواقع أو صورة حصلت قبل كده. طبعًا أكيد يعني الكساد ليه حوادث قديمة ما كانش تسمى كساد أصلًا، لإن هي أساسًا في معجم اللغة العربية معناها أساسًا هي الكساد الاقتصادي، وهي أساسًا الكلمة نفسها طلعت على أساس الأزمة الاقتصادية أصلًا يعني. كأشهر حادثتين حصلوا وأولهم كان الكساد الطويل اللي ما كانش مؤذي أوي، بس طويل شويتين 3 وهتعرف دلوقتي، وده اللي بدأ ساعتها سنة 1873 وفضل قاعد معاهم لحد 1896، يعني حوالي عايشين في رعب بقى لهم 23 سنة، وده اللي ساعتها كان اسمه الكساد العظيم، بس ساعتها بقى حصل تغيُّر هنا سنة 1930 كده، سنة 1930 حصل كساد تاني بس قعد 3، 4 سنين كده ما كانش طويل أوي، بس الأذية اللي فيه تقريبًا كانت معدية ال200، 300% والّا حاجة تضخُّم، فالصراحة كان مؤذي أوي، فده اللي سموه الكساد العظيم، واللي فات سموه الكساد الطويل. طب هو إيه اللي حصل أساسًا؟ يعني هو إحنا ليه حصل لنا الكلام ده دلوقتي؟ طبعًا زي ما قُلت لك في فيديو قبل كده إن كان من أسبابها من أيام الكورونا لمّا بدأت الإنتاج يتحجم أساسًا كده. جه وراها لحمة الحرب الأوكرانية الروسية اللي تقريبًا هُم الدولتين دُولة
في ايديهم 30% من انتاج غذاء العالم اساسا، فبداوا يحجموها عشان الدوله طبعا دي. اي دوله بيحصل فيها حرب بيبداوا يحجموا الصادرات، يعني بيبداوا يحجموا عشان يعملوا اكتفاء ذاتي من نفسهم. فبما ان في دوله بتعمل اكتفاء ذاتي وما بتبدا تقلل الصادرات، فالصادرات كده كده اجباري لازم هتقل في بقيه العالم من الصين وامريكا والسعوديه، فطبيعي جدا العالم كله هيتخبط في بعضه بقى وكله بيتبهدل. وبس كده، ده كان باختصار الدنيا دي كلها، اللي هو يعتبر الاخ الاكبر للركود، يعني حاجه زي الركود كده بس على تقيل شويه. وبس كده، ده كان باختصار الحوار كله، واكيد ده مش اخر فيديو عن الثقافه الماليه، هتكلم عن حاجات كتير بعد كده. ويا رب نكون فدناكم، ما تنسوا تدعمنا باللايك والشير والاشتراك لو اول مره تشوفنا، وبقيه الصفحات كلها تحت في صندوق الوصف برضو، انزل تابعنا هناك، ومع السلامه.